الكبيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم؟ كدرت اختي مع رمضان؟ واش بقى رمضان؟ ياك كلشي بخير؟ الحمد لله. فيديو جديد تنتمنى نلقاك بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت نحضر معكم مسمنات معمرين وطيبين في الفران. يا سلام كي تيجيو العجين يا البنات تيجي مورق وتيجيو يا اختي مقرمشين، غادي تاكلوا صبيعاتكم من وراهم وملحوا شويه. يا سلام حتى هي بالصدر ديال الدجاج والفلفله كتجي رائعه يا البنات. مسمنات تيجيو هماويين تحطيهم في طبلتك براسك اختي مرفوع ودغياتي وجدو ما شاء الله. تنتمنى اختي تكملي الفيديو حتى الاخر. ما تنسينيش من اللايك ومن التعليق تاعك الزوينين، ويا كنتي اول مره تشاهدي القناه ديالي تابوني عندي وضغطي الجرس باش فيما نحط الجديد يوصلك. وتنقول لك يلاه نبداو على بركه الله. الكبيدات غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالعجينه باش نخليوها ترتاح. عندي كسريه اللي تندير فيها نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورص اللي غربلتو، ولا عبرو بالزلافه ديروا جوج زلايف ديال الدقيق تاع الفورص. عندي جوج الكيسان ديال العنبه عامرين بالدقيق ديال الفينو، ولا ديروا نص زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. عندي راس المعلقه صغير ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. وعندي الماء دافئ هو باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. العجينه تنجمعوها عادي يا البنات كالعجينه ديال المسمن، تنخليوها خفيفه وتندلكوها مزيان مزيان حتى تولي العجينه رطبه. انا البنات باغا نشارك معكم واحد الخلطه سحريه، هي باش غادي نورقوا هاد المسمنات تجيبهم مورقين ومقرمشين. يا سلام كي تيجيو هاد المسمنات رائعين البنات. صافي دابا غادي نبقى مستمره تنجمع في العجينه ديالي حتى تنجمعها وتندلكها مزيان حتى تنحصل على واحد العجين تيولي رطب وخفيف. من بعد ما جمعت العجينه دلكتها مزيان حتى ولات العجينه تطرطق ولا ترطبه. شوفوا لي تبارك الله كي جات العجينه رطبه ومطلوقه. العجينه ديال المسمن ما تتبغيش تكون قاصحه، تتبغي تكون خفيفه شويه وتتبغي يدلك باش يجيكم المسمن مورق. صافي غادي ندهنها بشويه ديال زيت المائده، ندهن القصريه وندهن العجينه ديالي من الفوق ومن الجناب. عاد غادي نجيب سلوفان وغادي نغطيها ونخليها البنات ترتاح. وغادي نمشيو نقادو الحشوه اللي غادي نعمرو بها المسمنات اللي طيبين في الفران اللي تيجيو مقرمشين ورائعين في المذاق. عندي مقله اللي شعلت عليها البوطه تندير فيها زيت المائده، وتنزيد عليها راس ديال البصله اللي قطعته طريفات صغار. عندي الفلفله الوان وحده في الصفر وحده في الاحمر اللي قطعتهم نتوما طريفات صغار. ما عندكمش الفلفله الوان ديروا هي الفلفله خضراء. عندي 4 ريوس ديال الثومه اللي حكيتهم. غادي نخدم هاد الفلفله مع البصله مع الثومه مزيان مع بعضياتهم، وغادي نخليهم يتشحروا حتى يتشحروا لي وتيهبطوا. عاد تنزيد عليهم صدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغار. يا بغيتو ديروا الكفته ديروها، واني صدر ديال الدجاج يجي رائع مع هاد الحشوه. عندي العطريه سكنجبير البزار الملحه الكركم فلفله مطحونه والقزبر يابس مطحون. عندي معلقه صغيره ديال الزعتر محكوك. غادي نخدم هاد العناصر مع بعضياتهم حتى تندمجوا لينا، وتنخليو الدجاج ديالنا حتى طيب عاد ترجعوا لهاد الحشوه. من بعد ما تطيب ليا الدجاج تنزيد عليه 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وتنعاود نخدم القزبر ومعدنوس مع ديك الفلفله البصله والدجاج مزيان حتى تندمجوا. عاد تنزيد عليهم هاد لاصوص ديال اولا 3 المعالق كبار بحال هكا، وتنعاود نخدموا تاني هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى تندمجوا وتطبخ لينا ديك الحشوه. تنطفيو عليهم البوطه وتنحيدوهم فوق البوطه وتنخليها ترتاح. ودابا البنات غادي نرجعوا للعجينه ديال المسمن اللي خليناها ترتاح. غادي نحيد ليها السلوفان وشوفوا لي العجينه كي مطلوقه ورطبه من بعد ما دلكتها مزيان. دابا غادي نقطعها كويرات. انا المسمنات غادي نديرهم متوسطين، ما غاديش نديرهم كبار ما غاديش نديرهم صغار. المهم نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا غادي نديرهم متوسطين باش اللي يهز مسمنه يكملها كامله.
البنات من بعد ما ساليت العجينه ديالي بالتقطاع، عندي هنايا الدقيق ديال الفينو وعندي الزيت ديال المائده. غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال التنشا ولا المايزينا. هذه هي الخلطه السحريه اللي تتجيب يا البنات المسمن مقرمش ومورق. غادي نخدم هذا الزيت مع هذا النشا حتى تندمجوا ليا مع بعضياتهم. من بعد ما تنخدم الزيت مع النشا مزيان حتى ما تبقاوش فيه دوك الكويرات ديال النشا، تندهن سطح العمل بالزيت والنشا اللي قادينا، وتنجيب كويره من داك العجين ديال المسمن اللي قطعنا، وتنبدا ندهن وتنطلق في العجينه ديالي حتى تنطلقها البنات. وشوفوا لي العجينه تبارك الله كي تجي مورقه ودايره يا اختي النبيلات، باش تعرفوا العجينه راه مدلوكه مزيان. وانا العجينه تنخليها خفيفه شويه ديال المسمن باش تيجيني المسمن اختي مورق وناجح 100% ما شاء الله. شوفوا لي اختي العجينه كي جات، يا سلام دايره النفاخات. صافي نعاود تاني ندهن بالزيت والنشا. هاد الخلطه سحريه تجيب اختي المسمن مورق. تنعاودو نرشو بشويه ديال الدقيق ديال الفينو وتنجمعوا العجينه ديالنا على شكل مسمنه، وتنعاود تاني ندهن وندير الدقيق ديال الفينو حتى نجمع المسمنه. يا سلام هاد العجينه البنات يمكن لكم تشكلوا بها الشكل اللي بغيتو، رائعه ما شاء الله. صافي غادي نبقى مستمره هكا تنطلق في العجينه وتندهن بالنشا والزيت. من تنطلقها تنرش بالدقيق ديال الفينو وتنجمع المسمنه ديالي. الكبيدات من بعد ما ساليت المسمنات ديالي غادي نجيب الحشوه اللي قادينا وخليتها حتى بردات، وغادي نجيب الفرماج. انا درت هذا الفرماج المربع، يمكن لكم ديروا اي فرماج بغيتو نتوما ولا الفرماج الاحمر محكوك. وعندي الزيتون كحل. صافي غادي نهز المسمنه اللي قاديت النوب الاولى هي باش غادي نبدا. غادي نطلقها وغادي نبدا البنات نقرص لها في الجناب ديالها، ما نخليهمش غلاض باش تجينا العجينه متساويه. صافي ما نقرصوهاش حتى نطلقوها نديروها القياس. وغادي نهزو من الحشوه اللي كدينا. يا سلام على هاد الحشوه يا البنات تجي رائعه. يا ما بغيتوش كديروا فيها الفرماج ما ديروش، غير انا عجبني ندير فيها الفرماج باش درتو. صافي تنحط هاد الفرماج المربعه وتنبدا نهز العجينه ديالي من الجنيبات وتنبدا نحط بحال هكا وتنجمع حتى تنقادها وتندير من فوقها زيتونه وتنحطها اختي على جنب. وتنعاود ندوز ثاني نقادو حيده اخرى كيف شفتوا. تنقرص من الوسط وتنطلع للفوق وتنقرص دوك الجناب ما تنخليهمش غلاض باش ما تجينيش العجينه من الفوق غليظه. صافي تندير الحشوه تاني هي القياس باش ما يجيكمش عامرين بزاف. وتندير فرماج كيف قلت لكم، الفرماج يا ما كانش ماشي مشكل. تنجمع العجينه ديالي من الجنيبات بحال هكا وتنقادها باش ديك الحشوه تسرح. وتندير من فوقها زيتونه وها المسمنه ديالي اختي موجوده. يا سلام كي تيجيو رائعين. وهاد الحشوه يا البنات راه غزاله ما شاء الله، غزاله بنينه لذيذه ما غاديش تشبعوا منها. البنات من بعد ما ساليت المسمنات درتهم في الطاوه اللي غادي ندخلوا للفران. شوفوا المسمنات كي تيجيو رائعين ما شاء الله. عندي هنا البنات صفر بيضه، غادي نزيد عليه شويه ديال الحليب وغادي نخدمهم مزيان مع بعضياتهم. الحليب باش يحيد لينا داك الصفر ديال البيض. صافي وغادي نجيب الشيطه وغادي نبدا ندهن المسمنات ديالي من الفوق بالبيض والحليب. يا سلام كي تيجيو يا البنات رائعين ما شاء الله. من بعد ما دهنت المسمنات بالبيض والحليب من الفوق ومن الجناب دابا غادي نزينهم.
انا غادي نزينهم بالجنجلان، يمكن لكم تزينوهم بالخشخاش ولا بالصانوج ولا بالزرارع، تزيين اختياري اللي عندكم زينوا به. الفران شعلته من الفوق ومن التحت على 180. غادي ندخلهم حتى تطيبوا ليا وتيتحمروا، عاد تنخرجوهم. يا سلام كي تيجيو البنات رائعين. وهذا اختي هما المسمنات من بعد ما طابوا، شوفوا ليا تبارك الله كي جاو منفوخين ومحمرين. يا سلام تستحقوا البنات تجربوا هاد المسمنات لانهم رائعين. الحشوه تجي غزاله وهما تيجيو مقرمشين وتيجيو مورقين، تيجيو رائعين في المذاق. صافي درتهم اختي في طبيصيل من بعد ما فرشت فيه الخص. ايوا هادو هما المسمنات ديالي، تنتمنى البنات يعجبوكم. دابا غادي نحل معكم وحيده، شوفوا ليا تتجي مقرمشه تبارك الله. يا سلام وعامرين بالحشوه، وتيجي الفرماج غزال وسطهم مع الحشوه. يا سلام البنات راه باقيين سخانين، تنتمنى تجربوهم. وما تنساونيش البنات من لايك ومن التعليق تاعكم الزوينين. ويا كنتي اول مره تشاهدي القناه ديالي تابوناي عندي وضغطي الجرس باش فيما نحط الجديد يوصلك. وتنقول لك حبيباتي بسلامه عليك.